جايبت لكم اليوم حلو التركي المحشي بالمكسرات بأسهل طريقة. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. أول شي بدنا نعمل القطر هون بده يكون خفيف. معي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المي، بنحطهم على الغاز على نار عالية من غير تحريك حتى يدوب السكر بالمي. بعد ما تغلي المي وداب السكر بضيف عليهم عصير نص ليمونة، بوطي النار عليهم وبتركهم على نار هادية مدة 10 دقايق. بعدين بضيف المطيبات اللي بتحبوها. أنا ضفت ماء زهر. معي هون نعمل العجين. معي حبة بيضة بحرارة الغرفة، عليها معلقة صغيرة من الفانيلا. بضيف عليهم 50 جرام من الزبدة، أنا سيحتها شوي على النار وبضيفها على البيض وبحركهم. ومعي هون نص كوباية زيت نباتي، أنا استخدمت زيت جوز الهند. بعدين ضفت عليهم معلقة كبيرة من السكر. بكل إضافة أنا بقلب وبحرك. معي ربع معلقة صغيرة من الملح، كوب من السميد الخشن، عليهم كوبايتين إلا ربع من الطحين، ونص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. أول إشي بفرك الطحين بالمواد الدهنية والسوائل حتى الطحين تشرب كل السوائل. بعدين بعجنهم بنص كوباية من اللبن اللي هو اللبن الزبادي، وبلم العجينة على بعض. شوفي بطريقة اللم حتى تتكون معي عجينة طرية وملسة. راح تتشكل معكم العجينة دغري، كتير سهل عجنها. شفتوا كيف تشكلت معي عجينة طرية مطواعة لينة كتير حلوة. بعدين بنكورها كرات وعلى طول نشتغل فيها لأنها هي بالبيكنج باودر مش بالخميرة، فدغري اشتغلوا فيها. معي هون أنا مكسرات من أول مكسرات مشكلة من أيام رمضان، جوز ولوز وشوية جوز هند وعليهم رشة قرفة وماء زهر. تقدروا تستخدموا بس الجوز أو اللوز واللي بدكم إياه. معي هون صينية الفرن أنا دهنتها بشوية سمنة. وشوفوا طريقة التشكيل مثل طريقة تشكيل المعمول بالضبط. تابعوا طريقة التشكيل وفيكم تشكلوها بالشكل اللي بدكم إياه. هاي بنعمل معكم واحدة تانية. شوفوا كيف العجينة طرية ومطواعة بين الإيدين، وبتحشوها وبتلموا العجينة على بعض وبتسكروا الحبة، تحطوها بالفرن. وبعدين بتدخلوا الصينية على فرن محمى مسبقا على حرارة 200 إذا ما عندكم مروحة. إذا فرنكم مروحة حطوها على 180. أخذت معي تقريبا 3 ساعة بالفرن. بعدين بتحمروها على الشواية من فوق حتى تاخد لون ذهبي. وبعد ما تطلعوها من الفرن بتسقوها بالقطر اللي عملناه بالأول. القطر بيكون بحرارة الغرفة وهي طالعة من الفرن بتكون سخنة. بصب القطر على كل القطع، وبعد 10 دقايق بقلب كل قطعة على الناحية التانية حتى تتشرب القطر من جميع الجهات. وبس هي كان طبقنا الحلو لليوم. أنا زينته بالفستق الحلبي وفيكم تزينوه بأي شي متوفر عندكم. هذا كان طبقنا لليوم. يا ريت إذا عندكم تعليق أو سؤال اكتبوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. وبدي دعمكم للقناة بلايك شير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد. وصحتين وعافية.